السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ودايما بأفضل حال. كم مرة جوزك مد ايده عليكي؟ كم مرة كده جيتي تتكلمي معاه وقالك انتي واحدة ما بتفهميش، انتي تسكتي خالص او تخرسي خالص، وقام هوب ضربتك قلم؟ كم مرة كان راح عند مامته كده ورجع سخنان شوية واخد الجرعة على اخرها وقال بس انا هرجع اعمل فيها 7 رجالة في بعض وهربيها، مع التحفظ على كلمة هربيها عشان دي كلمة عيب قوي. اصل انت المفروض واخدها من بيت فيه ناس محترمة، فيه رجالة، فيه كلام من ده. يعني انت لو شايف ان هي مش متربية ما كنتش خدتها من الاول. المهم، كم مرة حس ان هو زهقان كده ومزاجه مش رايق قال بس انا لازم اعكنن عليها؟ كم مرة حس ان هو نفسه يقدرك باي طريقة وخلاص؟ طيب انتي كان بيبقى رد فعلك ايه بعد العلقة اللي خدتيها او بعد القلم اللي خدتيه او بعد رد الفعل اللي مش كويس اللي انتي خدتيه ده؟ عملتي ايه؟ عيطتي، ماشي، بعدين ايه اللي حصل؟ طبعا مش معنى سؤالي ان انا بقولك مسكتيه ضربتيه ولا لا، لا لا، دي قلة ادب. بس انا عايزه اعرف انتي عملتي ايه. انا دلوقتي جوزي جه من بره زهقان ومتعصب وطالبه معاه نكد، فقام متخانق وقرر ان انا خلاص هنكد عليها، وبعد الخناقه قام مسكني وكلني علقه. طيب رد فعلي انا ايه بقى؟ عيطت بس؟ طيب عيطت وسكت وما خدتش رد فعل. الخناقه اللي بعدها عمل نفس الموقف، جه من بره زعق وتعصب وشتم واداني العلقه بتاعت المره اللي فاتت. طيب انا كان رد فعلي ايه؟ نفس رد الفعل الاولاني اللي هو خدت العلقه التمام وسكت. عارفه انا سكت ليه؟ عشان انا ست بيت جدع فما ينفعش اتكلم. اصل انا ست بيت لازم احافظ على بيتي واتضرب وما اقولش اي. لا معلش، قولي اي. اسمعي مني، اسمعي من اختك، قولي اي وقفي واعترضي وقولي انا مش هتضرب تاني. مش مجرد ان انتي تقولي اي بس، لا، انا مش هتضرب تاني. انا مش جايه من الشارع ان انت تمد ايدك عليا، انا جايه انسانه معززه مكرمه، مش عشان انت تهني. مش هينفع تهني، مش هينفع، مش هسمح بالاهانه. اصل هو لما ربنا خلق لنا الجواز وشرعه لنا قال عليه ميثاق غليظ، وقال عليه ان بيبقى فيه مودة ورحمة. فانت مش هتيجي تقولي لا انا جوزك ومن حق اضربك. لا، مش من حقك تضربني، مش من حقك. عارف امتى يبقى من حقك؟ لو انا واحدة ما عنديش كرامة وسمحت لك تضربني. لكن انا لو حافظت على كرامتي ووقفت وقلت بس مش هينفع تمد ايدك عليا تاني، ويوم لما هتفكر تكرر الحركة دي كده بيتنا بيتهد. انا ما بقولكيش اخربي بيتك، بس لما هتعملي الوقفة هتحافظي على البيت. لكن انت لو ضربتي مرة والتانية والتالتة والرابعة هتيجي في الخامسة مش هتقدري تكملي. هتلاقي نفسك هتيجي في وقت وتنهاري والبيت كده كده هيتخرب. لكن انا لما هقف وهعمل وقفة وهقول انا مش هينفع اتضرب تاني، مش هينفع اتشتم تاني، مش هينفع اتهان تاني، مش هينفع يتقالي كلمة مش كويسة تاني، ساعتها هحافظ على البيت ده. لان البيت لو دخل فيه قلة الاحترام عمره ما هيكمل، عمره ما هيكمل خالص. طيب انا دلوقتي جوزي مد ايده عليا، رد الفعل هيبقى ايه؟ على اعتبار ان انتي عديتي مرة، تمام، هاجي في المرة اللي بعدها هدخل كبيري. ما هو مش جاي واخدني من الشارع، ليا اهل، هدخل اهلي. دلوقتي البني ادم اللي انتوا جوزتوني ليه ده عمل 1 2 3 4. طيب انت يا ابن الناس هتكمل على كده؟ يبقى مش هينفع الحياة دي. هتكمل على الاحترام؟ هنشيلك على راسنا، هنحطك فوق 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 راسنا. احنا مش مدينك بنتنا ان انت تهينها. طيب اهلك هيعملوا لك كرامة؟ اه هيعملوا لك كرامة، بس انت هتعملي لنفسك كرامة قبل اي شيء في الدنيا. ليه؟ دايما انت البداية بيكون من عندك. بمعنى
اهلك مش عايشين معاكي، اهلك شايفين الصورة اللي انت بتنقليها فقط لا غير. لو انا وصلت لاهلي ان انا الحياة في بيتي يعني وردي وكلها زي الفل وما فيهاش اي حاجة، ويعني الفراشات بتطير في بيتي، خلاص هم هيبقوا بالنسبة لهم البني ادم اللي انت عايشة معاه ده ملاك، ملاك في هيئة بشر، وياه ده يا بختنا بالجوازة اللي بنتنا اتجوزتها. طيب انت جوه بيتك بيحصل ايه بقى؟ هما مش عارفينه خالص. طب انا وصلت لهم ان بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، ومش معنى كلامي ان انا بقولك روحي اتكلمي في كل حاجة، لا، انت هتتكلمي في حالة ان انت حاولتي وفشلتي، حاولتي تصلحي وفشلتي، حاولتي تعدلي وفشلتي، حاولتي تغيري وفشلتي، فبالتالي هتحتاجي طرف يحاول يعدل الميلة زي ما بنقول، طرف كبير يقول له انت غلط في 1 2 3 ويقول لي انت غلط في 1 2 3، لان هو ده دور الكبير في الموضوع. الكبير مش انه يقعد كده وخلاص، لا، الكبير بانه يحل، الكبير بانه يصلح. هيجي هيقول له يا ابن الناس انت كده وضعك مش صح، انت كده بتخرب البيت، انت كده حياتك مش افضل حاجة، كده مراتك مش هتكمل معاك. اتعدل على راسنا، احنا مش عايزين غير كده اصلا، احنا مش عايزين غير ان الحياة تمشي بما يرضي الله. ما تعدلش، اوعي تكملي في الاهانة. هيردوا عليا ناس من بتوع اهانة المرأة هيقولوا لي انت بتخربي بيوت الناس، والنبي اسكتوا انتوا بس كده وخليكوا في جنب. اللي بيخرب بيوت الناس هما اللي بيشجعوهم ان هما يهينوا زوجاتهم او مراتاتهم او لان دول ناس ما تعودوش على الادمية، ما يعرفوش يعني ايه اخلاق، ما يعرفوش يعني ايه دين، ايا كان ديانتك ايه. مفيش ديانة خلقها ربنا شرعت اهانة المرأة، ومش اي مرأة، دي مراتك، ستر وغطى عليك، دي مراتك اللي مستحملة كل ظروفك سواء كويسة او وحشة، دي مراتك اللي معاك في الوحشة قبل الحلوة، في المرة قبل الحلوة. فانت يوم لما تيجي على حد هتيجي عليها هي؟ يا اخي اتقي الله، مش هو ده العدل، ومش هو ده حلال ربنا، ولا هو ده اللي ربنا قال عليه خالص. اتقي الله في مراتك، اتقي الله في الست اللي عايشة معاك تحت سقف واحد، وانتي اتقي الله في نفسك. اوعي تسمحي بإهانتك لنفسك. هتقولي انا ما بهينش نفسي، ده هو اللي بيهني، ما هو بيهينك عشان انتي سمحتي بالإهانة دي. انتي لو انتي ما سمحتيش ان انتي تتهاني عمر ما حد هيهينك، لكن انتي طول ما انتي سامحة بده وطول ما انتي بتاخدي على دماغك وتسكتي، تتضربي تسكتي، تتشتمي وتسكتي، يوم لما تيجي تقفي يقولك انتي واقفه ليه، ما انتي عادي، ما انتي سامحه بده. لا، انتي من الاول خدي وقفه، انا مش هتهين، انا مش هينفع تيجي عليا، انا مش هينفع تاذيني، اصل انت كده بتاذيني، انت كده بتوجعني، انت كده بتجرحني، انت كده بتهد بيتنا، انت كده بتدمر علاقتنا. انا عايزه البيت يبقى بيت صحي، ولادنا يطلعوا يلاقونا مرتاحين، مش يطلعوا يلاقونا بنحارب، بنعافر، بنتوجع، بنحاول نكسر بعض بأي طريقة. مش ده الصح، مش ده الصح. احنا كده بنهد ولادنا مش بنبنيهم، بنكسرهم، لان هم لما يبقوا طالعين في بيئة زي دي عمرهم ما هيبقوا اسوياء. فانتي المطلوب منك يا ست حلويات ان انتي ما تسمحيش باهانتك، ما تسمحيش ان حد يجي عليكي، ما تسمحيش ان حد يمد ايده عليكي. اعملي لنفسك كرامة، خدي وقفة دايما، اوعي تيجي على نفسك ولا اوعي تسمحي لحد انه يجي عليك. واهم من كل الكلام ده، اوعي تطلعي من الفيديو غير وانتي عاملة لايك وشير وسبسكرايب، وتستنيني دايما في كل الفيديوهات، هتلاقيني معاكي دايما في كل حاجة. باي باي.